السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. وصفة النهاردة هي رز المعمر. الوصفة دي سهلة وطعمها ولا أروع بجد. أهم حاجة جودة المكونات المستخدمة عشان تطلع معانا النتيجة زي الفيديو بالظبط. هنحتاج كيلو إلا ربع رز مصري مغسول ومنقوع، ومعلقتين كبار سمن، ونص كوباية قشطة، ومعلقة كبيرة ملح. والطاجن معانا هيكون مدهون بمعلقة خفيفة من السمن. وطبعا ممكن نستخدم بقى طاجن فخار او طاجن ألومنيوم على حسب المتوفر عندك. اهم حاجة دهنة السمنة الخفيفة. طبعا هننزل اول حاجة هنا بالرز. هننزل عليه بعد كده بالملح. الخطوة دي مهمة جدا وترتيب الخطوات مهم علشان يفضل الرز مفلفل وما يعجنش. بعد كده طبعا هننزل بالسمن ونقلبهم كويس، وهنفضل نقلب شوية كويسين لحد ما كل حباية رز نبقى متأكدين ان هي وصل لها السمن والملح. وزي ما قلنا ترتيب الخطوات مهم. وهنفضل نقلب، وفي الخطوة دي هنكون حاطين اللبن على النار، وطبعا هنا هنحتاج كيلو ونص لبن. ويكون اللبن سخن يكاد يكون بيغلي. الخطوة دي برضو مهمة جدا علشان تسرع عملية السوى، والرز ما يشربش كل كمية اللبن اللي اتضافت له. وخلال ما احنا بنقلب كده زي ما قلنا يكون اللبن على النار بيغلي. وطبعا فكرة ان اللبن يكون كامل الدسم دي حاجة مهمة جدا علشان طعم الرز يكون مميز برضو. هنا هنبتدي بقى نضيف اللبن، وزي ما اتفقنا اللبن يكون سخن. وهنفضل بقى نقلب شوية في الرز مع اللبن كده. ونتأكد ان كمية اللبن تكون اعلى من الرز في الطاجن، يعني حوالي عقلة، مش اقل منها يعني. وطبعا مش زيادة قوي علشان ما تبقاش كمية اللبن زيادة قوي عن ما احنا محتاجين. هنقلب حوالي دقيقتين زي ما اتفقنا. هنا بقى هنضيف القشطة ونوزعها على الوش. هنوزعها بس على الوش. مش محتاجين نقلبها في كل رز، احنا محتاجين بس نوزعها على الوش وخلاص، عشان القشطة بتكون تقيلة شوية، ودي قشطة وش اللبن. يعني بتكوني غالية لبن قبلها وواخدة الوش بتاعه. بتكوني محوشاه، يعني حتى لو هتحوشيها في الفريزر او اي حاجة، بس تكون عندك قشطة لبن. دي طبعا مهمة برضو علشان خاطر وش الطاجن يكون كويس. وجود القشطة في طاجن الرز المعمر خطوة أساسية علشان خاطر هي اللي بتديله الوش المميز بتاعه. وطبعا بتدي طعم مميز جدا، وبتخلي الطعم ريتشي أكتر. طبعا الطاجن كده خلاص بقى معانا جاهز. هندخله فرن متوسط الحرارة على الرف الأرضي. لو الفرن بتاعك بيشتغل فوق وتحت بيشتغل الشواية مع تحت بنشغلهم طبعا، أو لو تحت بس بنشغله نص ساعة تحت، بعد كده بنرفعه تحت الشواية. هنا طبعا النتيجة النهائية معانا. احنا امتى نتأكد ان الرز ابتدى يستوي؟ لما نفتح الفرن ونلاقي ان الوش ابتدى يتكون. طبعا ما بيكونش لسه اخد اللون ده لو انت مش مشغلة الشواية، بيبقى بس ابتدى يرتفع كده ويتكون. وساعتها هنبتدي خلاص نتأكد ان الرز خلاص اوريدي استوى. وبس، ودي نتيجة نهائية. طبعا طعمه ان شاء الله لما تجربوه هيبقى مميز جدا. وبس كده، اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، ومتنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.